ياخد البراءه او ازاي المتهم يحصل على البراءه في الجرائم الارهابيه. ممكن واحد يكون متهم بالانضمام او متهم بالاشتراك او اي جريمه في القضايا السياسيه او قضايا الارهاب. بصوا يا جماعه، الاصل وانت بتشتغل مع المتهمين في القضايا ديت ان انت ما تشتغلش وانت يائس. القاضي اللي هنا هو القاضي اللي هنا، القاضي اللي بينظر الجرائم الارهابيه هو نفس القاضي اللي بينظر قضايا المخدرات وقضايا القتل واي قضايا، هو قاضي زي باقي القضاه. المهم هنا وانت بتشتغل معاه انك تثبت براءة المتهم بتاعك، مش بس تقف عند حد التشكيك في الادله. هنا احنا بندور على دليل البراءة، المتهم ده بريء ولا مش بريء، ارتكب الفعل ولا ما ارتكبوش. طب ارتكب الفعل يبقى هياخد حكم، طب ارتكب الفعل بس له ظروف معينه، دورك هنا انك تثبت الظروف دي علشان تحصل على اقل حكم ممكن تحصل عليه من القاضي ده. القاضي هنا الاصل فيه انه عادل وهو عادل، ما تظنش وانت رايح له ان هو مش عادل. انت لو رايح تتعامل مع قاضي على ان هو مش عادل انت كده كده مش هتشتغل اصلا، مش هتحاول تثبت براءتك. انت لو وقفت على ان انا رايح اخد حكم، انت مين قال ان انت هتاخد براءه؟ ما انت خلاص مش هتدور على دليل، لما انت عارف انك رايح تتعامل مع قاضي هو عادل هتروح تدور وتسعى وتبحث لغايه ما تجيب دليل. جبت دليل خدت براءه، جبت دليل على ان انت عندك ظروف معينه او ما كنتش تقصد هتاخد براءه. في ناس كتير قوي ما تقصدش انها تنضم للجماعه الارهابيه، ما تعرفش انها منضمه للجماعه، مش منضمه اصلا للجماعه الارهابيه، ولكن الورق بيقول انها منضمه للجماعه الارهابيه. انت رايح تثبت ان انت مش منضم، فانت فعلا هتثبت ان انت مش منضم، هتثبت ان انت ما مولتش، هتثبت ان انت ما مولتش في اركان للجرائم، هتثبت ان الاركان دي مش متوفره، هتاخد براءه. انما رايح وانا يائس هتاخد حكم. ليه؟ القاضي ده بشر، هدفه الحكم بالعدل، عنده ورق، عنده تحريات، عنده اقرارات، طيب ما كل دوت لازم تقف قدامه تثبت اذا كان الكلام دوت حقيقي ولا مش حقيقي، تثبت ان الكلام ده اللي حصل ده في شيء من المبالغه، في شيء مش واضح، لازم توضحه للمحكمه. ما عرفتش توضحه للمحكمه فانت مقصر، لازم تثبت براءتك امام المحكمه. هنا هتاخد براءه، رحت على اساس انها كده كده هتحكم عليك يبقى مش هتشتغل، فبالتالي مش هتاخد براءه. لازم تشتغل، لازم تثبت براءتك، حتى لو انت ارتكبت الجريمه لازم تثبت ان انت كان عندك ظروف خاصه، لازم تثبت ان انت مش مجرم. في حاجه في القانون اسمها تفريد العقوبه. تفريد العقوبه يعني ايه؟ تفريد العقوبه ان انا ادي المتهم اللي ارتكب الجريمه ده قتل وده قتل، بس ده ظروف الواقع غير ظروف الواقع دي، فده ياخد حكم غير الحكم ده. فانت المحامي بتاعك هيساعدك، لازم تروح للمحامي اللي يقدر يساعدك، اللي هيقدر يجيب نتيجه. خلي بالنا الموضوع مش سهل، الموضوع في القضايا ديت مش سهل. انا عندي تحريات وعندي تحقيقات وعندي فيديوهات وعندي صور وعندي حاجات كتير قوي بتكون في القضيه، وكل ما اشتغل على الحاجات اللي موجوده في القضيه دي كل ما هقدر اثبت ان المتهم ده ما ارتكبش الجرم ده، او ان المتهم ده ما يستحقش العقوبه دي، يستحق عقوبه اقل. خلاص؟ الناس مش زي بعضها، مش كل المجرمين زي بعض، مش كل الظروف زي بعض. نخلي بالنا ونحافظ على اي مكتسب. لو انت يأست فانت حر، انما عندك امل هتقدر تحصل على البراءه. ناس كتير قوي قدرت تحصل على البراءه، ناس كتير قوي قدرت تثبت انها ما ارتكبتش جريمه، ناس كتير قوي قدرت تثبت ان هي مظلومه او جهل عليها او اتضحك عليها من الاخر، فقدرت تاخد، ما كانتش خدت البراءه خدت اقل عقوبه. الامل موجود. الناس اللي بتحكم دي، القضاه اللي بيحكموا دولت قضاه عندهم ضمير، اتعامل على الاساس ده، ما تتعاملش على ان انت كده كده واخد حكم فانا مش هشتغل، يبقى انت كده تستاهل الحكم اللي انت تحصل عليه. ويكون ان المحكمه حكمت عليك باقل من العقوبه اللي انت تستحقها فده شيء من عند ربنا. خلي بالكم ونسعى، والسعي نتيجته معروفه، نتيجته خير. ويا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.